واحدة. من 10 ل 20% من الناس بيشتكوا إن عندهم آلام أو ضعف في العضلات أثناء استخدامهم لأدوية الكوليسترول المعروفة باسم ستاتينز، ولكن المشكلة مش كل ألم عضلات هيكون سببه الدواء. أول خطوة إن إحنا لازم نتأكد فعلا إن الألم سببه الدواء. الطريقة البسيطة اللي بيستخدموها الأطباء إنهم يوقفوا الدواء لمدة أسبوعين تقريبا، ولو اختفى الألم خلال الفترة دي ورجع تاني بإدخال الدواء مرة تانية، وهنا احتمال كبير إن سبب الألم هو الدواء. تاني حاجة بنعمل تحليل إنزيم في الدم اسمه الكرياتين كاينيز، وده ارتفاعه بيدل على وجود التهاب في العضلات نتيجة لاستخدام الدواء. كمان في مكمل غذائي اسمه الكو انزيم كيو 10، بعض الدراسات اثبتت انه بيقلل الم العضلات المرتبط بالاستاتينز، لان الاستاتينز ممكن يقلل مستوياته داخل العضلات. كمان لازم نتاكد ان مفيش اسباب تانية لالام العضلات زي مثلا نقص فيتامين د او المغنيسيوم، نقصهم من اكتر الاسباب شيوعا لالام العضلات، ولو انت عوضت النقص ده ممكن الاعراض دي تختفي تماما. لو فشلت كل المحاولات ايه هيكون البديل؟ اول حاجه الحقن الحديثه لخفض مستويات الكوليسترول، ودي حقن قويه جدا ولكن مشكلتها انها مكلفه جدا. تاني حاجه دواء الازيتامايب، وده بيقلل امتصاص الكوليسترول من الامعاء، تاثيره متوسط ولكن مفيد. تاني دواء البنبيدويك اسيد، بيشتغل داخل الكبد مش بيأثر على العضلات، هيكون خيار ممتاز للمرضى اللي بيعانوا من آلام العضلات مع استخدام ادويه الاستاتينز. ما توقفش دواء الكوليسترول من نفسك، لازم ترجع لطبيبك المعالج، لان ده ممكن يزود خطر الاصابه بالجلطات وامراض القلب.